كعادة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة من ساعة ما الدوري بدأ لحد النهاردة. الزمالك بيلعب قدام فرقة قوية، بيلعب قدام فرقة ضعيفة، بيلعب قدام فرقة ماسكة استحواذ، بيلعب قدام فرقة بتهاجم بتدافع، بيلعب قدام فرقة جاية من دورة رمضانية، بيلعب قدام الناشئين. انت ثابت على مبدأك. انا لا هعرف اغطي الجول بجول ولا هعرف احافظ عليه. انت بتقدموا كورة عالية قوي احنا مش قادرين نفهمها، يا بتقدموا كورة برضه محدش فاهمها. انا كمشجع انا لا فاهم انت بتعمل ايه، ولا جهاز فني عارف هو بيعمل ايه، ولا لعيبه عارفه هي ادوارها ايه، ولا الخصم عارف انت بتعمل ايه. انت محدش فاهمك، محدش عارف انت عايز ايه. انت عايز تكسب، انت عايز تتعادل، انت عايز تخسر. انا مش فاهم انا بتفرج عليك، انا مش فاهم انت عايز ايه. انت مالكش شكل، انت مالكش حاجه انت محفظها الناس. اللعيبه نازله كده على الله، كله على الله. نفسنا غير طبيعيه على اخوان الفينا، بالاخص من ناصر ماهر. لعيب لا بيدافع ولا بيهاجم كويس ولا بيعمل اي حاجه خالص في الفتره الاخيره، وانت مصمم اللي هو يكون موجود في الملعب. على ايه مصمم هيكون موجود؟ انت كمدير فني عملت تغييرات يعني تغييرات بفكر تكتيكي عالي قوي لصالح المحله. انت ريحت المحله تماما. انا واحد بهاجم، هبدا اهاجم بقى عشان اجيب جون تاني. على الاقل محتاج حد في نص الملعب يقدر يطلع لي الكوره. طب انت سحبت لي نص الملعب كله، احمد ربيع، وسحبت لي احمد حمدي، سايب لي ناصر ماهر اللي هو مش فايق اصلا، اللي هو كل كرة بياخدها لازم لازم يلف بيها. بعد كده يروح مطلعها غلط، يا اما مطلعها بره يا اما يشوط. وبعد ما يشوط يروح يزعل زمايله لو حد قال له انت شوت الكرة ليه، او حد قال له انا كنت معاك فاتح. انا مش فاهم انت عايز ايه، انا مش فاهم انت بتقدم ايه. انت ماسك الكرة بس انت نازل محضر ان غزل المحله هتلعبك بكل اللعيبه بتاعتها ورا. نزلت اتفاجئت ان ده ما حصلش من بدايه الشوط الاول، من اول الشوط الاولاني لحد الشوط الاولاني لحد ما انت جبت الجول. لا، لما بتيجي تحضر من تحت المحله بتضغط عليك من تحت، ولو ما قدروش ياخدوا الكرة من تحت بيبداوا يرجعوا يسحبوا معاك واحده واحده. طب هل انت استغليت حاجه زي كده؟ كان عندك تحركات، كان عندك سرعه، كان عندك باص سريع، كان عندك تحركات لعيبه ايجابيه، كان عندك انهاء كويس على ام المرمى؟ ما عندكش حاجه خالص. انت فقدت كل حاجه في 3 ايام، في 3 ماتشات. تعادل في خساره في تعادل، بقى عندك 18 نقطه. مصر 18، الاهلي هيكسب كمان شويه بقى 18، وادي دجله 15، بيراميدز 14. وبيراميدز لسه، لما بيراميدز كمان ترجع لك، لما بيراميدز بقى تبدا تخلص اللي عندها بقى تجي لك بقى فرقه عندها 14 نقطه من 7 ماتشات، لسه عندها 4 ماتشات جايين. انت ما بتقدمش حاجه. انت لاعب 10 ماتشات، ماتش وحيد اللي لعبت فيه كويس اللي هو المصري. ده ماتشاتك كلها وحشه، يا اما شوط وشوط، يا اما بتخرج بواحد صفر في اخر الدقايق، يا اما هو كده تكسب ببركه. انت كمدرب بتهاجم، بتسحب لي نص الملعب كله. ما هو يا جدعان هنا في مخ هنا. انا قاعد فاهم كوره. انا قاعد ما بتفرجش على الفاضي. انا اتفرجت كتير على دوريات، على ماتشات اوروبيه وماتشات محليه، وبنشوف في باقي الفرق بتعمل ايه، وبتشوف انت بتعمل ايه. انت بتقدم كرة محدش وصل لها لسه،
يا ما بتقدمش حاجه ما حدش فاهمها برضو لسه. انت خساره فيكوا تلبسوا تيشيرت نادي الزمالك كلعيبه او كجهاز فني او كمجلس اداره برضو. انتوا مجلس اداره انتوا مش موجودين، انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. اصل احنا هنعمل مشروع اللي بتعمله في الزمالك يا اسطى. مشروع ايه؟ انت واخد فرقه لسه بتبنيها، انت واخد فرقه مثلا لسه جديده لسه حديثه عشان تقول انا بقدم مشروع؟ انا ماليش دعوه انت عندك فلوس في نادي ولا ما عندكش فلوس، انا مالي يا عم، مش مشكلتي. ما تدينيش همك، ما تشيلنيش همك، انا مالي. انا مالي انا كمشجع، انت عندك فلوس ولا ما عندكش؟ دي مش بتاعتي. انا كل سنه على نفس الحاجه. هفوق امتى؟ هلعب كرة امتى؟ انا يا ريت بخسر او بتعادل وانا ليا شكل في الملعب. ما كانش واحد يبقى طالع متضايق كده، كان هيقول مش مشكله بس لينا شكل في الملعب. بس ما عندناش توفيق. لكن لا عندك توفيق ولا عندك شكل. طب الكرة هتديك ازاي؟ يعني انت الكرة هتديك مكسب ازاي وانت ما عندكش حاجه تقدمها؟ انا مش طالع اتكلم في انا ضيعت كام كوره وكام كوره جت جول وكام كوره جت في العارضه. كوره تبقى ركنيه ليا تتحول على هدف، تتحول هدف فيا، ده اسمه ايه ده؟ مش قادر في الملعب. امال انا جايب محلل اداء على ايه وبياخد فلوس على ايه؟ امال انا جايب مدير فني على ايه؟ امال انا لما منزل لعيبه في الملعب وهديها ملايين على ايه؟ طب مجلس الاداره انت دلوقتي هتعاقب بناء على ايه برضه؟ على الفلوس اللي انت لسه دافعها لهم اول امبارح ولا امبارح؟ هتخصمهم منهم النهارده؟ انت مفيش. انت عندك مشاكل. انت عندك مشاكل مش عارف تحلها لان انت فاشل. انا مش ورا اشخاص، انا ورا نادي. انا ما بشجعش اشخاص ولا بدعم اشخاص، انا بدعمك عشان انت جوه النادي اللي انا بحبه. غير كده انت ما انت بالنسبه لي فاشل. انت وقت ما تخرج من النادي انا مش هفتكرك على حرقه الدم اللي انا ببقى قاعد فيها، وانا في بيت وانا في شغل وانا في اي حته ببقى قاعد محروق دمي بشايف عك زي اللي انا شايفه ده. طب ليه؟ طب ليه؟ ايه الفكره؟ ايه اللي انتوا محتاجينه تاني عشان تقدموا حاجه؟ انا مش فاهم اساسا. انا عايز اطلع اتكلم مثلا في حاجه في الكوره، انا مش عارف اتكلم في ايه لان انا ما شفتش حاجه اتكلم فيها اصلا. حد تاني شاف دي بتاعته، هو مش بتاعتي. انا ما شفتش، انا كشخص ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه نقدمها. انا ما بنقدمش حاجه. احنا بننزل على الله كده. قدرنا نكسب كان بيها، ما عرفتاش خلاص مش مهم. 10 ماتشات ب 30 نقطه يبقى معايا 18 بس. فرطت في كذا مكسب ليه، كان زمانك دلوقتي في حته تانيه. كان زمان كل الفرق اللي وقعت دي انت رجعت كله للمنافسه، كله رجع معاك في منافسه تاني. ولسه هتشوف تاني، ولسه ياما هنشوف، ولسه الدوري بدري وهنشوف. لو اللعيبه دي ما فاقتش والجهاز الفني دوت لو ما مشيش او فضل موجود وبس ما قراش الملعب كويس، لو فين اللي واقف على الدكه بيزعل اللعيبه؟ فين اللي واقف على الخط عمال يضغط ويزعل اللعيبه واضغط واعمل والعب؟ فين اللي واقف على الدكه؟ فين؟ طول عمر الزمالك، طول عمره باي جهاز فني مصري اجنبي لازم حد واقف على الدكه عمال يزعق في اللعيبه. اقف، اضغط، ارجع. اتفرج على مدرب بيراميدز في ماتش اهلي جده، لما لقى لعيبته واقفه غلط هو اللي قال لهم اقفوا ارجعوا، لا ارجع اعمل كده مهند لاشين، ارجع اعمل 1 2 3 4 وانت واقف اعمل كذا كذا. واللعيبه وقفت صح. انت واقف على الملعب، انت
بس ترى كده تبص على الدكه تشوف مين عندك على الدكه، تبقى هات لهم نزلهم لي كلهم. يعني حاجه استغفر الله العظيم. تشوف الكوره. انت بتحب نادي الزمالك، انت بتحبه، فرحان اللي انت هتشوفه النهارده، تتفرج على الماتش وتقول يا ريتني ما اتفرجت على الماتش. بتكرهونا في كوره، وبتكرهونا في دنيا، وبتكرهونا في حاجات كتير قوي الواحد بقى بيقرف منها.